هنبدا دلوقتي نصيحه في وصفه. بصوا بقى نصيحه النهارده طبعا مرتبطه بالاكل برضو والحفاظ على الاكل ازاي. التلاجة، انظم التلاجة ازاي. عايزه اقول لكم سر خطير جدا. بعض الناس تقول لك التلاجة باظت. انتوا عارفين من ايه؟ كربسه التلاجة، ان انا بحشي التلاجة، بحشي الفريزر باي حاجه، اي حاجه في ايديا ارميها، اي حاجه في ايديا بواقي مش عارفه ان شاء الله استعملها السنه الجايه، اي حاجه مش عارفه استعملها يمكن يجي لي حاجه استعملها. شحاتي ما تخليش ان شاء الله ربنا يكرمك باحسن منها. ودايما الواحد بيدي حاجه لحد ربنا بيديله احسن منها 100 مره. ولو بتدي كمان حاجه بتحبيها يعني ما تستخسريش، ربنا بيرزقك اكتر واكتر واكتر. فاهمين ازاي؟ يعني ربنا بيقول لك انت لما تتبرعي بتبرع بحاجه مش عايزاها، ماشي؟ لا، ليها ثواب وكل حاجه. لو اتبرعتي بحاجه بقى انت حباها وعايزاها ربنا بيرزقك اكتر واكتر واكتر. فتملي ما تكربسيش التلاجة، ما تكربسيش الفريزر، على قدك. ما تقولش انا يمكن يجي لها وقت، لا مش يمكن، روح حطها في كيس ومديها لاي حد ممكن يستعملها. اي حاجه تمام؟ فاعملي كده، اعملي كده هتلاقي الدنيا فاضيه معاكي. فاكتر حاجه بتبوظ التلاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده انها بتتملي على الاخر. ازاي يعني؟ هي التلاجة حاسه؟ هي التلاجة شايفه؟ التلاجة حاسه وشايفه، وهي تصميمها كده لو ما فيش مكان يتوزع فيه الهواء بتقف. سبحان الله. تلاقي بقى بعد ما فضيتي تشتغل تاني. فاعملي كده، خلي بالك. حصلت معايا والله مرتين وقول يا التلاجة باظت. هي ما باظتش على فكرة، هي التلاجة اتملت وعايزة ايه؟ فيها كراكيب ملهاش مليون لازمة، وتحطي علبة حبة قد كده بحبة قد كده وتلاقي زحمة الدنيا على الفاضي. فالهواء اللي جوه التلاجة الفريون بيمشي كده كده مش لاقي مكان، بيتعطل. خلي بالك موضوع كويس جدا. تنظيم التلاجة ده حاجة مهمة جدا في أساسيات الأكل، عشان يخلي الأكل مظبوط ويقعد مدة صلاحية أطول وريحته تبقى حلوة. لازم التلاجة تكون مظبوطة. فلازم ترتبي أكلك في علب. هتحطي أكلك في إيه؟ في علب. انسي الحلل جوه التلاجة.